عسلامة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الناس الكل جيتكم بمسفوف تونسي يعمل 66 كيف مع شوية روتين متاع نهار الأحد. حسيلو أول حاجة كي فقت بيان سور من بعد ما فطرت ذري وفطرنا وكل شيء، خملت نصبت مقرونة جارية ليا للغداء. ومن بعد حطيت الماشين تخدم إلا هنا سي بون. كملت الماشين كيما شفتوا الدنيا مطرة على الاخر وباردة. خرجت ونشرت الدبش في البلكونة. من بعد ما نشرت الدبش عسيلو بقالي كان دوش، دونك قلت علاش لا خليني امبارتاجي معاكم وميم طون نوريكم لي برودوي بالحق راهم طيارة طيارة. إلا هنا كيما شفتوا مازلت ننشر في الدبش ونوري فيكم في الطقس حزين رزين الحقيقة. واحد ولا هكا يتمنى يشوف الشمس. لهنا سي بون دخلت الدوش، عندي البلونت هذيك غاضتني، حسيتها ما نعرفش بالرغم اللي هي باهية اما ماتت. ما نعرفش اسكو من الفابور نتاع سخانة الدوش ولا حاجة، اللي هي نورمالمون راهي تعيش في الظل وما تتسقاش ديما نهار كل نهارين هكاكا. ما نعرفش باش نحولها حاسيلو من الدوش وان شاء الله تعاود تنجح. لهنا جبت لي برودوي. الاول حاجه بديت بها البرودوي هذاك مكثر العباد تعرفوا. من بعد هذا زاده طياره على الاخر مديام، هذا مديام الاخر من اكسيون الديام اللي هي في المانيا وماهوش غالي بالكل. وبديت هذا يعوض الجافيل زاده للتوسكي سيراميك. حاسيلو وبديت لهنا باش نبدا نحك ونغسل الدوش كما تعرفوا. الناس كلها كما توصلوا الأغلبية. لهنا ما نجمش نصيب برشا ماء كما تعرفوا خاطر لي تابيس وصول هكذاكم ما يحبوش الماء. مي دي فوا راني نصيغ الحقيقة دي فوا مش ديما، مي دي فوا على خاطر هما يتنفخوا عندهم برودوي سبيسيال واحد باش يمسحهم بيهم. اما التسييق هكا اكل ماء يعني يبدا برشا 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 راهو يضرهم. الا هنا سي بون بديت حاسيلو. اول حاجه بديت نغسل في الحاجات اللي محطوطين الفوق هذوكم اللي حاطه فيه سافون اما واللي دونت فريس واللي بروسادون. حاسيلو نغسل وميم طون نشفهم اللي شفتوها هذيك. هذوكم يباكو كامل معبي على الاخر ان اورو جو بونس من اكسيون. وتستعملوه يعني الوحده تنجموا تستعملوه حتى ل10 مرات والحقيقه به يعجبني على الاخر ما نستغناش عليه. حاسيلو كملت الاول ولهنا بديت باش نحك. كما تعرفوا كما اي واحد كما روتين اي انسان مي جوست حبيت نبارطاجي معاكم الاكثريه على لي برودوي. ريتهم البرودوي ديما نصبهم ونخليهم هكيكا قدر ربع ساعه درجين. من بعد نبدا عاد ننظف نحك ونمسمس ونمسح صدقوني تو تشوفوا هكا الدنيا تلق هكا 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 يعني. الكسوة لافابو كسوة البنوار راهم يلقوا لقان حصيلو. إلا هنا كما شفتوا نغسل نحك ونعاود نمسح كيف تشوفوا بالضبط. واي وحده شفت الفيديو ما تنساش باش تعمل الاشتراك راه ساهل على الاخر. تعملوا ابوني اون كا طلب عليكم الايميل نتاعكم راهو يطلب عليكم مود باس. راهي الايميل اللي حاليا به التليفون والمود باس اللي عملتوا بها الايميل نتاعكم. لهنا تعطيت المرايه عملتها باللاجاكس من بعد تعودتها باش تجي نظيفة بالباهي. إلا هنا باش نتعدى إلا هنا حاسيلو هذيك اللي تتفرش في الدوش دوشت لوليدي الصباح اللي يقعدوا عليها. وباش نبدأ نحك الفايانس نتاعي وباش نحك الدوش غسيل كيما باش تشوفوا بالضبط. ومن بعد باش نمسمسو ونمسحو زايدة ما نخليش خاطر دي فوا راهو واحد كيما يعديش عليه هكا ايبونج مبلولة مش بالبرودوي تبدا هكاكا نظيفة ومبلولة يقعد كل أشعب شوية. دونك استيوس نعطيه لكم للي ما يعملهيش ولا خاطر فما شكون اللي يغسل بالماء كهو من غير ما يعاود ينشف مي صدقوني. الطريقة باهية تخلي هكا يلق ويتنشف بالباهي وما تبقاش فيه حتى حاجة أكل باش تخلي الشهوبية. لهنا اللي برودوي الحقيقة حطيتهم
عندي ارموار هكا حاطه فيها لي برودوي مي هذم ديما محطوطين غادي. هذاك كان ملاصق الفوق ما نعرفش شنو يفسد. هنا هذا فيديو قديم نتاع دي رونجمون نتاع تو سكي سكين كير، جوست حبيت نبارطاجي معاكم زاده تابع الدوش. كيما شفتوا الا هنا كيفاش نعملوا، كيفاش عملت لي رونجمون حسيلو. ولا هنا سي بون باش نجبد البرودوي اللي باش نمسح بيه، باش نعدي هكا باش نعمل مسحه عليها. من بعد لا غسلت وكملت البرودوي هذا راه طير على الاخر سبيسيال التابي هذوما، ويخلي اللقة باش نعمل هذاك هو هذاك متاع غسيل من نستعملو المسيحة، يخلي الدنيا فايحة اون بليس كو سا. لي برودوي اللي غسلت بها كلها الحقيقة ريحتها فايحة، تهبل تهبل تخلي ريحة بنة على الاخر. الحصيلة اللي هناك كملتها كما شفتوا محلاها ريحة البرودوي، والله محلاها ريحة البرودوي. اون بليس زدت عندي هكا بوجي بارفيمي اودور فاني، زدت حليتها خليتها هكا شوية عسيل وسيبت ريحة ما نحكي لكمش. ولي برودوي ريحتهم فايحة في الدار الكل. هذاك كيفاش حسيلو حبيت نبارطاجي معاكم. هذا الارموار اللي حاطه فيه سكين كير لي شامبوا لي تروس، ومن لوطا حاطه فيه تو سكي برودوي نتاع تنظيف. الا هنا سي بون غدايا كيما قلت لكم عملت مقارنه جيريا، مي هذا عملتها لليل اللي هو مسفوف كسكسي مسحوق برمان. والحاجة اللي هنا انتم الكونتيتور تحبوها، اللي هنا عندي كسكسي ديري. دونك واش عملت شوية زيت زيتونة باش ما يلصقش على بعضه. الكركم بالطبيعة اختياري للي يحب، اللي هنا هكا ندخل فيه في بعضه باش يدخل بالبهي بالبهي، مي الكركم يعطي لون باهي. وكيس ما آه سخون عملته وخليته هكاكا قدر درج للي شربوا على الاخر. من بعد حليته وباش نحطه في الكاسكيس نتاعي يفور. باش نعمل هكا نقبات باش يفور بالباهي، وباش نحط كعبتين قرنفل. ما نكثروش القرنفل باش ما يجيش المطعم تاعو قوي. وعندي ماء غاديك المغفول نتاعي عبيته بالماء وباش نخليه يفور بالباهي المره الاولى. لهنا سي بون فور التفويره الاولى باش نحلو بيان سور سخون. لهنا نستعملو فرشيطه، منستعملوش يدينا نتحرق للي يبرد شويه ونحلوه بيدينا. كيما باش تشوفوا في الفيديو بالضبط. لهنا عملت الزبده، استعملت الزبده هكا بثبثتو بالزبده تعطي بنه غير عاديه. والتسقيه نتاع التفويره الثانيه باش نعملها هكا حليب كيما شفتوا. ما نجمش نعطيكم المقادير على خاطر سا ديبون كل واحد الكونتيتي كيفاش باش يعملها. الا هنا عملته هكا بالحليب وباش نخليه يشرب الحليب شوي. اللي هنا اللي عنده سكر فاني يعمل، سينول ما عندوش عندي اروم. هذه زيادة اختيارية للي يحب، اما هو راه يعطي فيه ريحة زيادة وبنة الفاني غير عادية. من بعد باش نحط التمر متاعي اللي هو مقاسات ومكعبات كيكة، باش نخلط كل شيء في بعضه وباش نرجعه يفور. من بعد لفور التفويرة الاولى حليته بالباهي بثبثته بالزبدة، ومن بعد صبيت عليه الحليب وعملت فيه التمرات باش يفوروا. هنا سي بون فور لي التفويره الثانيه كيف كيف باش نحلو مازال سخون، نحلو بفرشيطه الا هنا. ومن بعد باش نبدا هكا نحلو بيدي باش نزيد عليه السكر. سكر كل واحد وكيفاش يحب. لهنا زدت السكر متاعي وقاعده نخلط. بعد ما عملت السكر متاعي باش نسقيه بالماء زاهر، يعني عباره السقا متاعو كيما نعملو الكسكسي العادي بالمرقه. هذا عباره السقا متاعو هو ماء زاهر. ما تخافوش اذا كان ما تقولوش راهو باش يعجن ولا حاجه، نخلطوه كيكه ونخلوه يرتاح هكاكا شويه ربع ساعه نص ساعه للي يشرب السقا متاعو اللي هو الماء زاهر. وترجع كل كعبة وحدها. إلا هنا عندي فروي ساك
مخلط أكاجو على زبيب على لوز غسيله، وعملت عليه الرمان وشوية هكا شامية، باش نخلطهم بالكدا في بعضهم. لهنا باش نحط واحدة صغيرة وباش نزينها كيما باش تشوفوا كيف هكا زي حصيلو. حطيت مشخشخ بنين يهبل ريحة الفاني والمزهر، ما نحكي لكمش على البنة. جربوه، طريقة سهلة وبنينة على الاخر. لهنا خليت شوية زبيب وشوية فرويساك وشوية رمان باش نزين بهم من فوق، وقصيت هكاكا التمر وحطيته كيف هكاكا باش نزين بيه، ونودكم مشاهيكم وان شاء الله يعجبوكم لي فيديو.